بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله مع بعض في فيديو جديد. هنعمل النهاردة القرص الطرية باللبن الرايب مع بعض بإذن الله. القرص بتاعتنا النهاردة هتكون باللبن الرايب مش اللبن السايب، يعني لو هتشتري حليب اشتري بداله لبن رايب او حتى خلي الحليب عندك بيتيه بره التلاجة وغطي عليه حلو جدا وسيبيه من غير غليان وهو هيبقى معاكي لبن رايب، لان انتوا عارفين ان الجو حر ما بيستناش، يعني ما ينفعش نحطه في التلاجة. هوريكم كمان بنفتحها ازاي اهي، ممكن تعمليها سندوتشات. هوريكي كمان وهي في الفرن ممكن هتشوفي شكلها بقى وهي بتقب كده. شايفين عاملة ازاي اهي، علشان خاطر تعرفي تفتحيها تحشيها للولاد لانشون او جبنة او اي حاجة زي ما تحبي، علشان هي بدل العيش الكايزر وبدل اي حاجة لو باتت عندك حتى او فضلت عندك يومين ثلاثة مش هيجرى لها حاجة. تابع معايا الفيديو، يعني حاجة اقتصادية كده وحلوة وبإيدك وفي البيت، بتكون أنضف بكتير من الحاجات اللي بنشتريها من بره. حط لايك للفيديو وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتعالي نشوف طريقة العجن عاملة ازاي وعجناه ازاي باللبن الرايب وازاي طلعوا معانا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنقول دلوقتي بقى على المقادير بتاعتنا. انا طبعا مجهزه كل حاجه علشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل. عندنا هنا الدقيق منخول وعندنا السمسم وعندنا اللبن الرايب حوالي كيلو الا ربع، او يعني مثلا على حسب ما عندك. يعني الكيلو اللبن بيعمل لنا كيلو الا ربع لبن رايب، لان انا عامله اللبن الرايب ده عندي في البيت. ومعايا طبعا السمنه مقدوحه زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا الدقيق منخول ومعايا شويه ملح صغيرين والسمسم بقى واللبن الرايب زي ما قلت لكم. هنحط السمنه كده هننزل بيها على طول على الدقيق زي ما انتوا شايفين كده اهي، مقدوحه بتدخن اهي زي ما انتوا شايفين كده، علشان خاطر تخلي العجينه بتاعتنا حلوه وزي ما انتوا شفتوها كده طريه وجميله زي ما كان واضح قدامكم في واحنا بنخبزها كده. طيب انا هقلب كده العجينه كويس لحد ما ادمج السمنه كده بكل الدقيق، وافركه بايدي كده لحد ما كل السمنه تبقى مع الدقيق حته واحده، ما يبقاش فيه تكتلات كده. هفرك كل الدقيق ده واوريكم بقى هنعمل ايه. بعد ما فركت الدقيق زي ما قلت لكم كده نزلت باللبن الرايب وشويه الملح الصغيرين او اللي قلت لكم عليهم، والخميره طبعا انا كنت مجهزاها جنبي في شويه لبن كده صغيرين علشان وعلى يعني شويه سكر صغيرين كده علشان الخميره بتاعتي تطلع معايا بسرعه. بعد ما عجنتها كده وطلعت معايا زي الملبن كده، شايفين اللبن الرايب مطر العجينه ازاي، بيخليها طريه جدا زي ما انتم شايفين وهشه كده وشكلها حلو. بعد ما خلصت هقطع بقى القرص بتاعتي قطع كده صغيرة جدا اهي. بنقطعها كده قطع صغيرة مش زي طبعا القراقيش وزي القرص اللي هي الكبيرة والحاجات دي. القرص دي بتبقى صغيرة قوي اهي، صغيرة ازاي، بسم الله ما شاء الله. عملناها كده علشان خاطر هقطعها بقى كلها، وبعد كده هبدأ ابططها واخبزها معاكم علشان خاطر تشوفوا الطريقة كلها قدامكم. لو حابين بقى تشوفوا طريقة العجن تاني هقول لكم عليها. طبعا أنا كنت مجهزة دقيق 2 كيلو دقيق، شوية ملح صغيرين، لبن رايب، شوية سمسم، كمان معانا ذرة ملح صغيرة. وبعد كده انتوا شايفين الطريقة طبعا ان انا حطيت السمنة على الدقيق وبعد كده فركتهم، وبعد كده نزلت باللبن الرايب علشان خاطر يطري معايا العجينة، وبعد كده قطعتهم زي ما انتوا شايفين قطع صغيرة مش كبيرة قوي. هوريكم برضو هنفردها ازاي مع بعض علشان خاطر كل حاجة تبقى واضحة قدامكم. انا هجيب كده القرص وابدأ افردها معاكم اوريكم هي بتبقى مقاسها قد ايه. كده اهي، بفردها لحد ما تبقى معايا لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. بتكون المقاس اللي انتوا شايفينه ده بس كده، مش اكتر من كده. ده شكل القرص بتاعتنا وهي بقى بعد ما خمرت اهي. انا برصها كده على قماش نضيف علشان خاطر تبقى معايا خمرة بالشكل ده. بعد كده هخبزها معاكم واوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي اهي. وهي بتتخبز كمان شايفين اتنفخت معانا في الفرن زي ما قلت لكم، وبقت معانا جميلة جدا بالشكل ده بسم الله ما شاء الله. خبزها حلو جدا، ولا دهنا الوش بقى قهوة ولا اي حاجة. هو الوش كده بيطلع شكله حلو لوحده، لان الرايب بيخلي العجينة طرية جدا وجميلة زي ما انتوا شايفين كده
اهي. يبقى كده خلاص وريتكم بقى طريقة العجن، وكمان عملناها مع بعض، وكمان خبزناها سوا اهي. هوريكم برضو كل حاجة خطوة بخطوة. شايفين طالعة معانا عاملة ازاي؟ بتكون بالشكل ده، شكلها بيبقى حلو قوي. وكمان لو عايزة تفتحيها بقى تحشيها اي حشوة بتكون حلوة قوي كده، وشكلها حلو جدا، وكمان الوش بتاعها احمر وجميل. وبتطلع معانا بتتفتح على طول، مفيش ولا واحدة ما اتنفختش معانا في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. هوريكم بقى بعد ما خبزناها شكلها عامل ازاي. بعد ما خبزنا القرص بتكون بالشكل ده، والف هنا وشفا. يا رب ان شاء الله تجربوا الفيديو ويعجبكم. ولو عجبتكم الطريقه ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية. واتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.